ره حمار. فيلم بطولة يوسف وهبي وسعاد حسني. إشاعة حب. قهوة تاني يا أبو علي، قهوة. إشاعة حب. برافو يا لولا، برافو برافو. والله أيوه، خدني كده وكروتني. مش معقول يا لولا أقعد طول عمري بشرب قهوة الصبح وفجأة كده أبطلها. مش مشكلة يعني، فنجانين 3 في اليوم. فنجان إيه 3 في اليوم؟ الدكتور مانع ولا فنجان قهوة حتى عشان خاطر صحتك. يا بابا عشان خاطري ربنا يخليك لينا. ربنا يخليكي لينا أنت يا حبيبتي. خد يا حبيبي، يلا يلا. برافو، بالشفا. ياك مر قوي. اشرب بق قهوة. لا ما بحبهاش. هي مي دي فين؟ هي ما بتصحاش لوحدها أبدا. ما أنت اللي مدلعاها من يوم أمك الله يرحمها ما ماتت، وأنت بتعملي كل حاجة. تصحى ليه بقى؟ تدلع براحتها، وأنا يعني ورايا إيه؟ وراكي إيه؟ وراكي تتجوزي بقى وترحميني من تحكماتك فيا. تحكمات؟ أنا بابا بتحكم فيك؟ ما هو مش ممكن يا لولا، العرسان واقفين طوابير على الباب، ها؟ وانت مطنشه مستنيه ايه؟ اختك واتخرجت من الجامعه وبقت معيده قد الدنيا، وانا وطلعت معاش وما ورايش اي حاجه. يا بنتي شوفي مصلحتك، احنا ما بقناش صغيرين. صغيرين قوي يا ابو علي، ما بتعملوش حاجه لنفسكم. لازم انا اللي اصحيكم وادي لك الدواء واخد بالي منك. عشان كده انا هفضل على قلبك، على قلبك يا ابو علي والله. يا مي يا مي مي مي. يا حبيبتي ده في ايه مالك؟ مش نايمه غير ساعتين. طبعا هتنامي ازاي وده في حضنك يا جميل؟ هعمل ايه بقى؟ ده حب بهدله. حب ايه حب ايه حب ايه يا صغنن انت كتكوت. ولا يا بنتي انتوا لسه عيال صغيرين خالص. صغيرين ايه بس؟ انت عارفه انا ولاد صحابنا مخلفين بدل عيل 2. 2؟ لا شدوا حيلكم واتجوزوا خلفوا 2. انت بس شدي حيلك وارجوكي. خلي بابا يوافق بقى. يا حبيبتي بابا بس عايز يطمن عليكي، يضمن لك حياه كريمه وكويسه. اللي هو يشد حيله ويجيب الشقه، بعد كده كله هيتحل. احنا ما قلناش حاجه، بس هو الولد هيقطع نفسه يعني. ما هو الصبح شغال معيد في الكليه وبعد الظهر هاري نفسه نحت. هنعمل ايه؟ البلد دي ما بتقدرش الفن. هو في عندك حق، بس عايزه الحق. انا مش عارفه انت عاجبك فيه ايه. ده زي القمر. قمر؟ وبعدين بكره يعمل معارض وتكسر الدنيا، يبقى معاه فلوس قد كده. فلوس قد كده؟ قومي صحصحي صحصحي صحصحي. يلا مستنياكي وبابا بره. باباكي اتجنني بيشرب قهوه. بابا ما تنساش الدواء الساعة 12 ها؟ ودواء القولون يا حبيبي. لو عوزت أي حاجة بكلمني على الموبايل. يلا سلام، لا إله إلا الله. محمد رسول الله. كان عايز نسيت مفتاح العربية. ما هو لو كنت متجوزة وما وراكيش حاجة غير بيتك ونفسك ما كنتيش نسيتي. صباح الفل. صباح الفل. عايزك في موضوع مهم جدا. معلش يا بابا مش فاضية يا حبيبي، ادعي لي يا بابا. صباح الخير يا ناس العيلة. صباح النور. ازاي صحة حضرتك؟ الحمد لله. وازاي صحة الأستاذ حسن والد حضرتك؟ الحمد لله. وازاي صحة الأنسة مي أخت حضرتك؟ الحمد لله. الجو بعديها النهارده. إن شاء الله. سقع شويتين بس حضرتك. الحمد لله. أنسة ليلى. أنسة ليلى. أنسة ليلى. نعم يا أستاذ فتحي، في إيه؟ حضرتك عايز حاجة؟ لا مفيش. يا ترى الأستاذ حسن والد حضرتك كلمك بخصوص يعني أنا بخصوص إيه حضرتك ما تنطق؟ بخصوص موضوعنا أنا وأنتي وأنا يعني. أنا والله كلمته امبارح وهو وعدني إنه هيفتحك في الموضوع. موضوعنا.
بص يا استاذ فتحي، حضرتك جارنا من السنين، ومتهيألي انت كلمت الوالد في الموضوع ده بدل المره 1000 مره، كل مره ردي لا لا لا. تفكري قبل شويه وبعدين نرد عليا. نهارك سعيد. على مهلك، خدي بالك عشان هنا في سلمه مكسوره اهو. على مهلك، مع السلامه، مع الف سلامه، مع السلامه. خدي بالك بقى وانت سايقه، عشان الشوارع اليومين دول صعبه قوي. مع السلامه. حلو. مع السلامه. زي ما اتفقنا بقى. على مهلك، على مهلك المسيب. مع الف سلامه. لا اله الا الله. مع السلامه. هتفكر. بص لي يا سعيد. حلاوتك يا ادم باشا. نهار اسود. انا اسفه يا ستي اسفه حرام اسفه يا امي. اسفه ايه والله. شوف ايه اتعميتي. حقك عليا، اتعميتي يا ست. عيب كده يا حضرة تتكلم بالاصول. قول لي عايز كام وانا ادفعهم لك. هي مسألة كام يا ست؟ مسألة الوردية اللي راحت والوقت. أعمل فيكي إيه يا ست أنت؟ تعمل فيه ايه يا جه يا راجل المجنون انت؟ اتكلم بهدوء شويه، عيب كده. عايز كام؟ ما كام إيه يا ست أنت؟ وبعدين بتكلميني كده ليه؟ بقول لك إيه؟ ما تيجي تربيني أحسن. أنت بتكلميني بالتناكة كده ليه؟ مالك يا ست؟ فعلا انت محتاج تربيه، بس انا مش فاضيه لك. هتقولي عايز كام وانا اتكل على الله. كام إيه يا ست أنت؟ تعالي هنا، أنت رايحة فين؟ يا سعيد في ايه بس؟ اهدى مش كده، يا بالراحه. عم الأستاذ آدم أنت مش فاهم إيه اللي حصل. معلش وبعدين بقى. مش عاجبها بتكلمنا من طب طراطيف بالراحة، مناخيرها. ما يصحش. كأننا شغالين عندها. ما يصحش كده. 100 جنيه الله 100 يسهل. جنيه دي يا أختي، 100 جنيه. يا اختي؟ آه. ايه يا اختي دي؟ عيب يا محترم، عيب. انت بتكلم واحده ست، عيب. عيب. أنت خليتي فيها في عيب. ايه انت كمان؟ عمال بتنحني كده ليه من الصبح؟ معلش انا اسف يا فندم، بالراحه كده، الموضوع مش مستاهل. ايوه مش مستاهل، بس اديك شايف الطريقه. إيه ده؟ يلا يا عم الله يسهل. ايه ده مالك واخدانا كده على الحامي كده ليه؟ سعيد. شمال ويمين، مفيش حد مالي عليك ولا ايه؟ سعيد خلاص. هوديك الاسم يا سعيد. هوديك الاسم. سعيد. تعالى خلاص بقى، انا الموضوع عايزه اروح الاسم. تعالى انا عايزه اروح طب اركبي اروح بقى. الاسم. 100 جنيه يا اختي انت. خلاص يا خلاص عم خلاص. 100 جنيه. محترم. اتفضلي اتفضلي يا فندم، اتفضلي. خلاص يا عم سعيد، خلاص يا بقى. عم الاستاذ ادم ما ينفعش كده، حرام عليك. خلاص الموضوع ده عندي بقى، اركب بقى. بالراحه بالراحه، خليها تعدي. يا شيخ يا شيخ روح يا يا 60 جميلة. ده. اركب بس بالراحه بسرعه. خلاص يا عم ادم. يلا امشي وراه، امشي وراه يا عم بالراحه. الحمد لله الشغل ماركس زي الفل. الحمد لله الحمد لله. عشان نبطل القلق اللي احنا فيه ده يا ليلى. قلق؟ انت عارفه كويس ان انا ما بقلقش خالص. انا والسرطان بقينا اصحاب، وانا مستنيه اصحابي يجوا في اي وقت، ما عنديش اي مشكله. صحابك دول مش هيجوا لا ليكي ولا لغيرك، اطمني بقى. يا دكتوره لما يجوا فيا احسن ما يجوا في حد عزيز عليا. كلنا عزاز على بعض، اهم حاجه ان احنا نتابع، واللي قلت لك عليه ما ننساهوش. اقول لك تاني ولا ايه؟ انا فاكره بس قولي. هقول لك. نو سموكينج، نو فاست فود، مفيش معلبات عشان دي فيها كيميكلز، وعلى قد ما نقدر ناكل فريش فود زي ايه؟ خضار، فاكهه، عشان نحافظ على النضاره والجمال ده، الانتي اوكسيدنت. اوكي؟ ما تخافيش عليا، انا بقيت خبره، ده انا تلمستك. احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ 20 سنه؟ 19 ونص لو سمحتي، ودي المره 39 اللي باجي فيها. ياه. وباجي فيها لوحدي. يا ده انت حافظاهم بالمره كده؟ لا بالتحليل، ما هو ده التحليل ال 39، كلهم باخدهم واشيلهم عندي. برافو عليكي، جود جوب. طمني بقى. انا مطمنه الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه. طيب ما تاخدينيش بقى في دوكا وتفضلي تقولي تحاليل ومش تحاليل والحاجات دي. فين العينين اللي قلتي لي هتبعتهم لي؟ انا رايحه حالا دلوقتي الجمعيه، وان شاء الله هبعت لك كشف باسماء كل الحالات والحاله المبدئيه بتاعتهم. بجد والله انا ما عارفه اقول لك ايه. ربنا يجازيكي كل خير. ربنا يخليكي يا ليلى، ثانك يو سو ماتش. انت اللي بتدلي على الخير يا حبيبتي.
عارفه كل المرضى بيدعوا لك واهاليهم كمان. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. بصي بقى، عايزه اكلمك في نفس الموضوع بتاع مي. حقيقه قلقانه عليها، وهي ما بتفكرش خالص ان احنا نفس الجينات. نفسي تعمل تشيك اب، وفي نفس الوقت بخاف ان الخوف اللي عندي ده يتنقل لها. دونت وري، اهم حاجه ان الخوف اللي جواكي ده ما يتنقلهاش. انت بقى بذكائك كده اللي انا عارفاه عنك، جرادجولي تكلميها، خليها تعمل تحاليل وجيبهم لي المره الجايه، وانا هطمنك عليها ان شاء الله عشان نبطل قلق. ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يخليك. استاذن انا بقى. نورتيني يا حبيبتي. باي باي. ميرسي. باي باي. باي باي. الو، هاي يا غادة. معلش انا نص ساعه وهبقى عندك. المهم ركبتوا الستاير؟ طب يا ستي يلا، انا جايه لكم على طول. سلام. سلام يا ستي، باي. صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ عامله ايه؟ تمام يا روح، الحمد لله. ازيك يا شيري؟ الحمد لله. صباح الفل. صباح النور. لولا. الله، ده يا حبيبتي وحشيني. انا قلقت لما تجيش. لا معقوله ما اجيش، انا بس اتاخرت، السكه كانت زحمه قوي. ولا يهمك. اخبار هدى ايه؟ كويسه الحمد لله، بس بقى مهدوده في التدوير على الشغل. هي هتيجي النهارده، نفسها تشوفك من كتر ما سمعت عنك. انا كمان نفسي اشوفها قوي. على فكره انا جبت لك معايا الشهر اهو بتاع الجمعيه دي، يا بال المحاسب عشان انا مش قاعده للاخر. ماشي، كتر خيرك يا حبيبتي. وعندي خبر حلو قوي كمان. الدكتوره سلوى اتكلمت معاها واتفقت ورحبت جدا انها تقبل حالات من عندنا ومن غير اي حاجه. عليكي بس ان انت تنظمي الحالات دي عشان نبعتهم. عينيا، كتر خيرك، كتر خيرك بجد. وانا بعمل حاجه يا ام هدى؟ تعملي كفايه وجيتك هنا. ربنا يخليكي يا نونو. طب يلا تعالي عشان غرام هتتكلم. ماشي حبيبتي، اطلعي انت وانا هاجي لك. خدي ماما. في علبه تانيه كمان، مسكت خدت كتير. معنا استاذه غرام كلنا عارفينها طبعا، هتحكي لنا النهارده عن تجربتها مع السرطان وازاي واجهته وازاي قاومته وقدرت تقضي عليه ان شاء الله، وهتحكي لنا عن تجربتها الشخصيه خلال رحله المرض. اتفضلي. صباح الخير. أنا اسمي غرام الشاعر، أستاذة في كلية العلوم جامعة القاهرة. الحقيقة أنا اتصبت بالمرض ده من حوالي 7 سنين، وطبعاً زي ما أنتوا عارفين هو بيحتاج راحة وفترة علاج طويلة، خصوصاً لو كان في مرحلة متقدمة منه. ولأني متجوزة عن حب زميل ليا ودكتور جامعي فاضل، فقررت إن أنا أصارحه بالحقيقة من أول ما عرفت. الحقيقة هو كان صريح معايا جداً وطلقني. مش هي دي المشكلة، أنا كنت فير قوي مع نفسي وكنت حاسة إن ده من حقه. إنما المشكلة إني أنزل أروح للدكتور، أرجع ألاقيه متجوز وإيه طالبة عندي في الجامعة وجايبها تعيش معايا في البيت. الحقيقة ده كان كتير عليا قوي. دخلت في حالة نفسية وحشة جدا وبدأت رحلة العلاج النفسي. رحت لدكاترة نفسيين كتير قوي، لكن ما ساعدونيش في العلاج بأكتر من 30%. لكن الحقيقة اللي خلاني أتحدى المرض وأقدر أقاومه بقوة هو أنتوا. وجودي هنا في وسطكم وتشجيعكم ليا وحبكم ليا خلاني بقيت كويسة جدا، وإن شاء الله قريب قوي هبقى 100 فل و14، مش بيقولوها كده؟ ميرسي لكم. شكرا. ميرسي لك. شكرا. الفساتين حلوه قوي قوي. انا اللي مصممهم كلهم. القمر بقى فرحه امتى؟ بعد شهرين. ياه، هانت. امال فين ماما بقى؟ طنشتك وما جاتش معاكي ولا ايه؟
ماما تعيش امتى؟ والدي تعبان ما بيقدرش ينزل من البيت. ولا يهمك ولا يهمك، لو هو ما قدرش يجي ممكن احنا نروح له. عندي ليكي بقى حبة فساتين هتهوسك، تعالي. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ تركبيها بقى. ما قلتلكش بقى يا باشا البت جانا وجودي عملوا فيها ايه امبارح؟ ايه خير؟ ما اقولكش، يسهوني راجع امبارح بالليل من الورديه نايم تعبان قتيل، يقوموا مسهيني وسارقين مفتاح التاكسي مني. اوف. قول لي ليه؟ ليه بقى؟ اقول لك ليه، عشان اضطر اصحيهم الصبح وادور على المفتاح فالاقيه معاهم، عشان يقولوا يا بابا نفسنا نشوفك ونبوسك قبل ما تنزل وتروح الورديه. ذاتس سويت. شفت البنات حنينين ازاي؟ حنينين حبايب ابوهم البنات دول، حبايب قلبي والله. عقبال ما ربنا يكرمك ويرزقك يا باشا. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. يا رب يا باشا. ايه بقى؟ هنتاخر اكتر من كده؟ ده انا والله. مفحوط من الصبح يا باشا، عايز اكل لقمه. هنمشي على طول. وبالمره اكلك معايا. يا رب بس الحاجة تكون عجبتك. جدا جدا هستناكي. اكيد. ماشي، يلا باي باي. باي باي، ميرسي. يلا يا سعيد، يلا يا سعيد. بس تمام، يلا يلا، ده هتمشي مننا. صارت يا باشا. بالراحه، خد بالك. تقلقش يا باشا، تقلقش يا باشا. مساء الخير. ايه ده؟ انت؟ I'm really sorry لو ازعجت حضرتك. انا مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط؟ ايه الشغل ده؟ ايه المطاردات دي؟ وايه الصور اللي انت بتاخدها لي دي؟ على فكره يا فندم، اللي انت بتعمله ده غير قانوني ومزعج جدا وما يصحش. معلش، هو باين ان حضرتك زعلانه فعلا. يا اخي انت مالك، انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ وايه الصور اللي انت بتاخدها دي؟ انا ما كانش قصدي ازعجك والله، انا عاوز اكلم حضرتك في موضوع مهم جدا بالنسبه لي، فاميلي ماتر، موضوع شخصي وعائلي. موضوع عائلي؟ ازاي يا فندي؟ وانا اساسا اعرفك؟ هو انت شكلك حضرتك فهمتيني غلط، انا مش قصدي كده والله، انا بس مش هينفع اننا نتكلم هنا، ممكن طب يعني نقعد في حته نتكلم؟ بجد؟ يعني تحب حضرتك نقعد فين؟ على الكورنيش ولا عندك مكان هادي؟ عيب كده يا محترم، عيب. حضرتك شكلك فهماني غلط، انا مش كده والله. ممكن طب اعرفك بنفسي؟ انا ادهم الشرقاوي. ادهم الشرقاوي؟
ده ايه الخفه دي؟ وحضرتك مش مصدقاني، معلش. ممكن تتأكدي، ده باسبوري. ايه ده؟ انت مش مصري؟ هو أنا أهلي مصريين بس أنا إنجليزي. أنا مصور صحفي وعايش في لندن، ودي أول مرة أجي على مصر، وبصراحة معرفش أي حد ومحتاج مساعدة حضرتك. مساعدتي انا في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انت عايز مني ايه؟ حضرتك ده كارتي في رقم تليفوني هنا في مصر. معلش، لو حضرتك حبيتي ووافقتي انك تنزلي تقابليني ونتكلم، يا ريت تكلميني عليه وهبقى مبسوط جدا. ولو ما حبيتيش او ما كلمتنيش هبقى متفاهم. انا اسف. شكرا. عن اذنك. يا باشا. يلا يا سعيد. يلا تمام. قفل يا حبيبتي يا كميلة، انت يا بابتي. ها اساعدك في ايه؟ اعمل لك ايه؟ لا يا حبيبتي مش عايز مساعدة، عايزك تروحي المي وتخليها توضب السفرة على ما اخلص. احبك يا بابتي. عينيا. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع. قفل. طب مش هتنام بقى عشان تعرف تصحى الصبح؟ ما انا شويه كده وهروح، بس كنت عايز اسمع صوتك الاول. بحبه يا ناس. وانا كمان بحبك. بس على فكرة لسه قافشة. ها؟ ليه بس يا بطوطه؟ عشان اللي حصل النهارده ده مش هينفع يحصل تاني. يا فندم ايه بقى اللي حصل ان شاء الله؟ خضتيني يا لولا، في ايه؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ ثواني انا هرد. انت بقى مي، انت رحتي فين؟ شاويش ليلى طب ولا ايه؟ شاويش في عينك يا نحات. انسه ليلى، انا اسف والله. انا ما نامت. مع السلامه. ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ ايه ده؟ ازاي تخليه يقول لي انا شاويش؟ انا شاويش؟ معاش اللي يزعلك انت يا حلو يا مجنني. والله العظيم تقولوا كلام غريب الايام دي. هو بس نادر بيحب يهزر معاك. يهزر معايا ليه بقى؟ هنبقى اصحاب؟ ما انت بس يا لولا تسيبينا نتجوز. يا حبيبتي ما تتجوزوا وانا مالي؟ يا سلام، ما انت عارفه هو بابا مش عايز، عمال يحط لنا العقده في المنشار. والله صاحبك هو اللي خايب، معيد ولسه بياخد مصروف من اهله، وكمان مشارك صاحبه في استوديو. هتتجوزوا فين بقى ان شاء الله؟ لا ما احنا خلاص بقى هنشوف اي حاجه كده صغيره، ولا شبكه ولا فرح والكلام الفارغ ده. ولا شبكه ولا فرح ولا الكلام الفارغ ده؟ طب شبكه ماشي، لكن فرح ازاي يعني؟ ده انا متجوزه نص بنات مصر، يعني هعمل لك احسن فرح في مصر. طب ما تقفشيش طه. طه؟ ايه طه دي؟ انت بتتكلمي كده ليه يا بنتي؟ والله العظيم حاجه غريبه. والله بموت فيك يا قمر. امتى؟ انا بموت فيكي. كان في حاجه حصلت النهارده عايزه اقولها لك. ايه؟ احكي. يلا يا بنات العشاء جاهز. بابانا الحلو حضر العشاء. تعالي. مش قادره. ايه يا لولا؟ ما بتاكليش ليه؟ ليلى. ايه يا بابا؟ ايه؟ اصلي مشغوله شويه بفكر في حاجه. ايه؟ عريس؟ عريس ايه بس يا ابو علي؟ يا حبيبتي العرسان واقفين طابور ورا الباب، بس انت اللي مش واخده بالك. هو احنا مش هنخلص بقى من موضوع فتحي ده؟ فتحي ده انسان كويس، مدرس محترم،
مش انت دايما وانت صغيره كنت تقولي لي انا نفسي اتجوز مدرس زيك يا بابا وجارنا، وما شفناش منه اي حاجه وحشه، وشريكي وكل يوم يكلمني. انا مش عايزه اتجوز، مش هتجوز. لحد امتى بس يا حبيبتي؟ يا بابا انتوا عيلتي وانا الحمد لله مبسوطه كده، مش عاوزه. لا يا حبيبتي انت اتجوزي بس، وانا ان شاء الله لما اتجوز انا وجوزي هناخد بالنا من بابا. خلاص يا بنت اسكتي، انا قلت 100 مره محدش يتكلم في الموضوع ده قبل اختك ما تتجوز. طب يا بابا انا مالي، انا ذنبي ايه اللي مش عايزه؟ انت ما اخدتش الدواء في نص الاكل. شوف يا اخويا الانسه بتوهني في الكلام علشان اسكت. حكي على ايه؟ كلي وانت ساكته. حاضر. اقول له ايه؟ الراجل مستني مني رد. قول له لا 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 بقى. انا من رايي برضه كده. لا لا، انا نفسي اشوفك متجوزه قبل ما اموت. لا اله الا الله. مين يا بنتي ما نفسهوش في الاولاد؟ بس حكمته بقى، انا راضيه بكده الحمد لله. طب هتعملي ايه بقى لما ميت يتجوز وتسيب لك البيت وبعد عمر طويل يعني يا عمو؟ بعد الشر. هتقعدي لوحدك في البيت كده زي قرد قطع؟ يا بنتي بطلي نشوفيه الدماغ بقى، جوزي كده والحياه هاتلك حته عيل نقعد نلعب بيه. يا ليلى العمر بيجري واحنا مش حاسين. ازاي بس اخلف واسيب عيل لوحده في الدنيا دي من غير ام؟ ده انا كده ابقى بظلمه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ليلى؟ هو حد فينا عارف هيموت امتى ولا مين هيموت قبل مين؟ الاعمار بيد الله يا حبيبتي. ونعم بالله يا حبيبتي، انا عارفه، بس المرض ده اخذ ستات العيله كلها. امي الله يرحمها وخالتي وجدتي، حتى بنت خالتي راحت وهي صغيره. والله انا ساعات بخاف على مي وبخاف اقول لها لا تتعقد زيي. الله يرحمهم كلهم، بس انت غير، انت متابعه مع الدكاتره وبتعملي تشيك اب بشكل دائم وبتنفذي تعليماتهم بالحرف الواحد، متوتره كده ومتنرفزه على طول. متوتره ومتنرفزه على طول؟ امال انت ايه؟ قولي لي بقى، انت عايزه ولد ولا بنت؟ اللي يجيب ربنا كله كويس يا سي محمد. انا عايزه بنت. بصي فستان ده جميل ازاي. يا خلاصي يا خلاصي. هي ام احمد اسمها ايه؟ ما اعرفش، اسمها ماما. ماما؟ مش عارفه ومش فاكره اسم حماتك؟ لا مش فاكره. انا فاكره اسم امي الاول بس انا هاخده يا دوبك على قدك دراع بس. طب والله نشتريه، اهي بشرة خير. تعالي. 100%. ايه ده؟ هلو هلو. ايه العروسه الحلوه اللي معاها موبايل دي؟ اسمك ايه يا جميله؟ مريم. الله، انا بحب الاسم ده قوي. عندك كام سنه؟ 7. كتير كل دول؟ يا خبر. تحبي العروسه؟ تعالي اقول لك حاجه. تعرفي انا عندي عروسه بحبها قوي، وانا قد كده بنيمها جنبي في السرير. جميله قوي ما شاء الله، ربنا يخليك. تقومي بالسلامه ان شاء الله. ربنا يخليك. خد بالك كده يا حبيبتي، لما افرح بولادك كده واشيلهم واقعد افعص فيهم ان شاء الله. انت الاول وانا بقى اللي اقعد افعص فيهم كده واضعضهم كمان. يا رب يا لولو ان شاء الله. بس البيبي ده حبيبي. باي باي. اتفضلي. ها ايه الاخبار؟ مش عايزكم تقلقوا،
انت هتعدي عليها بكره تاني وهنعيد الكشف، وان شاء الله هيبقى خير. ان شاء الله هيبقى خير ان شاء الله. يعني ايه يا دكتور؟ هو لسه برضه؟ ظبط. حاول تكلمه تاني بقى. انا مش عارفه انت بتجيب الناس دي منين. مقفول تليفونه. طب انا اروح افتحه يعني؟ دور على اي حد يعرفه. مقفول. احمد بص بص الراجل. راجل ايه؟ الراجل بتاع التاكسي. تاكسي ايه ده؟ بتاع خناقه التاكسي، ركز. مساء الخير. مساء الخير. ادم الشرقاوي. احمد بهاء، امرني يا فندم. كنت عاوز الانسه ليلى. الانسه ليلى مش فاضيه، بس ثواني وتبقى فاضيه. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل. تحب تشرب ايه؟ لا ولا حاجه، بس محتاجه ضروري. اتفضل. شكرا. تستقبلي. بس ايه؟ لما تغير كده تشطر على صاحبك اللي مدينا بومبا ده. فضحتنا. اهو مقفول. اسمعي، انا بتقول لك ايه؟ عفوا. عفوا. ها ايه الاخبار يا رجاله؟ هانت. ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟ ايه اللي جايب حضرتك هنا؟ انسه ليلى، مساء الخير الاول. مساء الخير ومساء النور. انا مش فاهمه بجد، مش فاهمه. اديتني الكارت وما كلمتكش. ممكن افهم حضرتك جاي هنا وليه ورايا؟ طب بعد اذنك بس ممكن تهدي شويه؟ مش ههدى. ما يصحش، ده مكان شغل، ما يصحش. لو سمحت لو حضرتك ما مشيتش انا هنده الامن. اهدي يا ليلى، في ايه؟ ايه اللي حصل يا ليلى؟ الاستاذ بتاع التاكس. ايوه فاكراه. ما تفهمي منه هو عايز ايه. افهم هو عايز ايه ليه يعني؟ انت عايز ايه بالظبط يا استاذ؟ لو سمحت ده مكان شغل، اتفضل بقى. ليلى لو سمحتي ممكن تهدي من فضلك؟ امرني يا استاذ، انا سامعك. انت لسه هتسمعه؟ انا اسف بس معلش، انا محتاج الانسه ليلى في موضوع شخصي. شخصي؟ يعني مش ملاحظ ان انت جريء زياده عن اللزوم؟ شخصي ايه منين يا استاذ؟ انا ما اعرفكش. يا ليلى ممكن تهدي شويه؟ ليلى في خبر وحش. يعني ايه شخصي؟ في ايه؟ حسام المصور حصلت له حاله وفاه ومش هيقدر يجي النهارده. كارثه. هنجيب مصور منين دلوقتي؟ فاضل ساعه الزفه. كلم توني او غريب بسرعه. هو حضرتك معلش انا مصور وممكن اساعد لو تسمحي لي. ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. كله تمام، الله ينور عليكي. بجد كله تمام الحمد لله. ما شاء الله العروسه زي القمر. مش احلى منك يا حبيبتي، لا. انت احلى. انت طالعه لك انت حلوه قوي. الله يخليكي يا حبيبتي. الف مبروك يا فندم. امها ولا ابوها؟ الحقيقه الاثنين. ربنا يخليكم لبعض. عقبالك يا قمر. الله يخليكي. عقبالك. انا هقول لكل صاحباتها عشان يبقوا جوازهم على ايديكي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي، تسلمي. ما تقومليش باي حاجه. لا ميرسي. اي حاجه ناقصه كله تمام. خلاص بعد التورته هيبقى البوفيه ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليكي قوي يا ليلى. اتفضلي اتفضلي تحت امرك. الحمد لله مبسوطين. الحمد لله. ناخد الفلوس ونطير بقى. على فكره الفرح كان جميل جدا. الحمد لله. دايما كل الافراح بتبقى جميله. طب كويس. وان شاء الله هنزل يعني هنزل الصور على سيديهايه بكره، بس كنت عاوز اعرف من حضرتك اوصلها فين؟ الشركه اتفضل. ده كارت الشركه، وطبعا هناك هيبقى فيه حساب. ما هو ده شغل اصلا. ان شاء الله. حضرتك بس تستلمي الصور وتعجبك ان شاء الله. ان شاء الله. هو انا بس في الحقيقه كنت عايزه اقول لك سوري يعني، واعتذر عن طريقتي. يمكن كانت سخيفه شويه، بس اصل في الحقيقه يعني الموضوع اصلا كله مش طبيعي كده يعني. مفيش داعي حضرتك خالص. هو انا بس بصراحه يعني محتاج فعلا اتكلم مع حضرتك بالموضوع اللي انا قلت لك عليه، فيا ريت لو نقدر نقعد مع بعض في اقرب وقت ممكن. طبعا. انا اوعد حضرتك ان شاء الله ان اول ما يبقى عندي وقت هتصل بيك على طول. ان شاء الله. ان شاء الله. سيادة. معلش انا عايزه افهم، هو انت عايزني في ايه بالظبط؟ انت بتشتغل مصور؟ انت بتشتغل ايه؟ هو انا فعلا مصور، بس بشتغل مع وكاله اعلاميه. يعني بيبعتوني على البلدان اللي بيبقى فيها حروب ومناطق نزاع اقليمي، بصور انا الكلام ده.
نزاع اقليمي وعاوزني في موضوع شخصي وبتصورني. الحقيقه حاجه غريبه جدا. معلش انا عارف انها غريبه شويه، بس هشرح لحضرتك ان شاء الله لما نقعد مع بعض. هو غريب شويتين، ان شاء الله لما فاضيه اتصل بحضرتك. ميرسي، تصبح على خير. تحب اوصلك او حاجه؟ لا تمام، انا معايا التاكسي ده والاسطى سعيد. التاكسي اياه، الراجل اللي صوته عالي اللي واخد مني 100 جنيه. صح معلش، انا كنت عاوز اعتذر لحضرتك على اللي حصل المره اللي فاتت. حصل خير. ميرسي جدا. تصبح على خير. وانت من اهل. على فكره ال 100 جنيه كانت مقطوعه ما فيهاش بركه، بتاعت المره اللي فاتت. خش العربيه يا سعيد. طب ايه وراها ولا ايه؟ مالكش دعوه، خش بس. ماشي. أنسة ليلى، أنا مبسوط جدا إن حضرتك وافقتي تنزلي تقابليني. أستاذ أدهم، أنا وافقت أقابلك لأني مصدقة إن في حاجة بجد، وأنا سامع حضرتك. اتفضل اتكلم. أوكي. حضرتك أنا زي ما قلت لك أنا مولود في إنجلترا في لندن، بس أهلي مصريين. والدي كان دكتور في مستشفى هنا في مصر، ووالدتي كانت الممرضة بتاعته. تعرفوا على بعض وحبوا بعض واتجوزوا. بعدها بفترة جات منحة لوالدي في لندن في انجلند، وقرر انه يسافر. والدتي ما كانتش موافقة، ما كانتش بتحب الغربة، بس سافرت. ما كانش قدامها أي حل تاني. وصلنا على هناك. بعدها بكام شهر أنا جيت. وبعدين؟ اتفضل حضرتك كمل. حاضر. والدتي كانت تعبانة أوي. الوحدة والغربة كانوا مأثرين على نفسيتها أوي. واتكلمت مع أبويا أكتر من مرة وحاولت إنها تقنعه إنهم يرجعوا على مصر، بس ما كانش ينفع. ما كانش ينفع إنه يسيب شغله. تعبت أكتر ودخلت في اكتئاب صعب جدا، لدرجة إنها حاولت إنها تنتحر أكتر من مرة. وساعتها الدكاترة أقنعوا والدي بأهمية رجوعها على مصر، فوافق. خدتني ونزلت مصر. كنا جايين اجازه، بس لما وصلنا هنا قررت ما ترجعش، وكلمت والدي وقالت له الكلام ده. هو اتضايق واتعصب. بعدها بسنتين قرر انه يجي على مصر يزورنا اجازه، او على الاقل هو ده اللي قاله. قعد اتكلم مع والدتي اكتر من مره وحاول يقنعها انها ترجع معاه، بس هي ما كانتش عايزه. بس اقنعها انه ياخدني معاه اجازه، وهي وافقت. وفعلا رحت مع والدي على لندن. الحقيقة حكاية مؤثرة جدا، بس أنا مش فاهم بالظبط أنا إيه علاقتي بيها يعني. هقول لحضرتك. لما سافرنا أنا ووالدي على لندن وصلنا على هناك، طلق والدتي غيابي. بعت لها ورقة الطلاق وغير شغله ومكان إقامته، وكل ده عشان ما تعرفش توصل لنا. أنا ساعتها كان عندي 4 سنين، وبعدها بشوية قال لي إنها توفت واتجوز ست إنجليزية، وأنا كبرت على كده. أوكي، بس برضو الحقيقة أنا علاقتي إيه بالموضوع ده؟ والدي توفى من 2 شهر.
وقبل ما يتوفى قعد يتكلم معايا واعترف لي اني امي عايشه ما ماتتش، وانه اضطر يعمل كده عشان ما اسيبهوش، وانه كان بيحميني منها. سألته طب هي فين؟ انا لازم ادور عليها. قال لي اني علاقتهم اتقطعت ببعض من زمان، ما يعرفش عنها اي حاجه، ما يعرفش هي عايشه فين واذا كانت عايشه ولا ميته. وعشان كده حضرتك جيت مصر عشان تدور على مامتك؟ بالظبط كده. طيب برضو انا دخلي ايه يعني؟ انا اقدر اساعدك في ايه؟ انسه ليلى، ممكن اوريكي حاجه؟ اتفضل. دي الصوره الوحيده اللي عندي لمامتي، كان يوم فرحها. مش معقولة، دي شبهي جدا. بالظبط. ده أكني أنا. أستاذ أدهم، الصورة دي مظبوطة بجد ولا أنت عامل فيها حاجة، عامل فيها فوتوشوب؟ خالص. It's the real deal. الصورة دي بجد. وعشان كده يوم ما شفت حضرتك يوم الحادثة ما صدقتش نفسي، ما كنتش فاهم، وقررت اني امشي ورا حضرتك. بصراحة ليك حق تتخض، أنا مخضوضة، مش عارفة أقول لك إيه، أنا متلخبطة. أنسة ليلى، أنا ممكن تكون والدتي من عيلة حضرتك. أصل الشبه ده مش معقول يبقى صدفة. هو مامتك اسمها إيه؟ اسمها ليلى. لا بقى كتير كده، أكيد حضرتك بتهزر. كنت عارف إنك مش هتصدقيني. دي ورقة الطلاق اللي بعتها والدي. ليلى أحمد الدرديري. يا بابا اللي انت عامله ده، انا مش قلت بلاش الزفت التدخين ده؟ عاجبك كده؟ اسم الله عليك يا بابا. بابا انت واقف كده، ما تروح تجيب كوبايه ميه كده برضه يا بابا. مش الدكاتره مانعين التدخين؟ انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ عايز تعمل في نفسك حاجه؟ والله يا بنتي هو اللي قاعد يحلف بالطلاق لاخد منه نفسين. انا برضه يا استاذ حسن، وحلفت طلاق كمان. طيب يا استاذ حسن، والله العظيم يا بنتي هو اللي اصر ياخد معايا نفسين. كده برضه يا عم محمود، هو التدخين ده مش ممنوع؟ بلاش الزفت ده. اشرب الميه يا بابا، اشرب. حاضر. بسم الله. متشكر يا ابني، متشكر. هو مين الأستاذ ده يا ليلى؟ ده الأستاذ أدهم الشرقاوي يا بابا. أدهم الشرقاوي. ازيك؟ أهلا أهلا. حضرتك الأستاذ أدهم الشرقاوي؟ حضرتك بتاع الصور والكروت؟ على إذنك يا عم محمود، تعالى معايا يا بابا، أنا عايزاك. تعالى تعالى. على إذنك. اتفضل. جاي أهو. فعلا شبه ليلى الخالق الناطق. سبحان الله، يخلق من شبه 40. واسمها ليلى برضه؟ ايوه يا فندم، ليلى الدرديري. بابا هو مفيش حد في عيلتنا او في عيله ماما الله يرحمها اسمه درديري؟ ابدا يا بنتي، عمري ما سمعت الاسم ده لا في عيلتي ولا في عيله امك الله يرحمها. الله يرحمها. مش عارف اقول لك ايه يا ابني. طب انت ما عندكش اي معلومات عنها؟ هي منين؟ عايشه ولا لا؟ هو الحقيقه انا ما بقاليش كتير هنا يا فندم، وما لحقتش اعمل اي حاجه. بس الحاجه الوحيده اللي قدرت اعملها اني عملت ريسيرش على الانترنت على اسمها، بس ما طلعليش اي معلومات. نت ايه بس يا استاذ ادهم؟
احنا هنا مش في انجلترا، احنا في مصر. يعني اعتقد هنا هتحتاج شغل اكتر بكتير قوي. طب ما سألتش عنها في العنوان اللي في الشهادة دي؟ راح يا بابا ولقى العمارة اتهدت واتبنى بدلها برج ومحدش يعرف عنها أي حاجة. وأنت شرفك؟ يعني إيه شرف؟ ما هو اللي قال لي. طيب بقول لك إيه؟ ما حاولتش تأجر مخبر سري زي اللي بنشوفهم في الأفلام؟ هو الحقيقه انا يا فندم ما اعرفش اي حد هنا، لو حضرتك تعرف يا ريت. لا يا ابني أنا أعرف مخبرين سريين منين؟ لا ولا أنا كل أصحابي في السياحة حضرتك. إيه ده؟ ما شاء الله أنت عندك الجنسية الإنجليزية. بس أنت بتتكلم مصري كويس قوي. ايوه يا فندم، هو والدي كان عاوزني اتعلم اللغه العربيه، والمربيه بتاعتي كانت من مصر، غير اني طبعا ابويا كان بيكلمني بالعربي طول الوقت. ما شاء الله ونعم التربيه. بس عايز صراحه بقى، اللي عمله فيك ابوك ده مش صح. ازاي يحرمك من امك ويحرمها منك؟ يا احنا لازم نطلع فوق ميعاد الحقنة. استني بس يا ليلى، نطلع فوق ايه دلوقتي؟ مش لما نشوف مشكلة الراجل الأول؟ شوف يا أستاذ، أنا قررت أساعدك. هتساعده ازاي يا بابا؟ يعني أخده ونروح مصلحة الأحوال الشخصية ونحاول نطلع صورة من شهادة ميلادها أو يعني شهادة وفاتها لا قدر الله. لا قدر الله. بس بعد إذن حضرتك، أنت صحتك تعبانة ما تستحملش، المشاوير دي ممكن تتعبك قوي. يا بنت الموضوع ده مش عايز صحة ولا حاجة، هو مجرد هاخده ونروح المصلحة وديني بتسلى بدل قعدتي في البيت. قول لي أنت ساكن فين؟ قاعد فين يعني؟ قاعد في فندق في وسط البلد. فندق؟ لا يا ابني، ده انت موضوعك ده عايز وقت طويل قوي. بس تاهت ولقيناها. احنا فوق مننا شقة محندقة كده صغيرة للإيجار. ايه رأيك بقى لو تاخدها وهو تبقى جنبنا؟ مش كده يا ليلى؟ الحقنة. طيب يا ابني، فرصة سعيدة قوي. ربنا يخليك يا فندم. وهنشوفك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب مع السلامة. شكرا. ثانك يو. يا أهلا، اتفضل. مع السلامة. اتفضل. لا اتفضلي أنت. اتفضل حضرتك. هات إيدك. أنا أقدر أطلع له. ماشي. مش معقول اللي أنت بتعمله ده مش أوفر شويتين؟ هنبتدي الأسطوانة، ها؟ حبي ما فيش عندي غني يا ليلي وانا حنادر اللي تعباني يا ليلي غني يا ليلي ونحن صباح الخير. الأستاذ حسن موجود؟ أستاذ حسن ساكن قصادي وهو في الشقة دي. طبعا أنا آسف. I'm sorry. أنت مين بقى؟ we're friends. أنا صحاب وجاي أعيش في العمارة دي إن شاء الله. عايش في العمارة دي؟ أنت تعرف الأنسة ليلى؟ شور أعرفها. إحنا هنتجوز. Okay, really? مبروك. Congrats. طب عن إذنك
صح كده يا فتحي، المجتمع لازم يعرف. أحبك في الليالي الدافئة، أحبك في الليالي الباردة، أحبك في الليالي المشبسة، أحبك في الليالي المقمرة. الله الله. أحبك في الليالي اللي نص نص. الله الله عليك. ها ايه رايك بقى في الفيو؟ هايل. دي شايفه النيل؟ طبعا. تحفه. بصراحه الشقه جميله وموقعها هايل. انا كنت متاكد انها هتعجبك، والايجار 2000 جنيه في الشهر ومفروشه ومش ناقصها اي حاجه. 2000 جنيه في الشهر يعني حوالي 200 جنيه استرليني. فعلا دي رخيصه جدا. انت عارف حضرتك لو حبيت تاخد شقه زي دي في لندن تبقى بكام؟ اقل حاجه 5-6000 جنيه استرليني. قلبي سلامة قلبك. شايف مصر حلوه ازاي؟ ابويا كان دايما بيقول لي مصر حلوه باهلها، وانا فعلا دلوقتي ابتديت افهم معناها. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على تعبك معايا. تشكرني على ايه يا ابني؟ المهم ان احنا نلاقي الست والدتها. مبروك على الشقه. الله يبارك فيكي. ان شاء الله تكون عجبتك. هايله بصراحه. انا عامله فخفه ليه قلت تدوقها معانا. تسلم ايدك. بكره ان شاء الله هنروح ونحاول نطلع صوره من شهاده ميلاد الست والدتها. يا سلام، يا ريت. معلش هتعبك معايا. تعب ايه يا ابني؟ ده لسه بعدين التعب جاي. يلا بقى، مبروك على الشقه يا استاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك ومبروك ليكي. ليا انا على ايه يعني؟ الجواز. ايه؟ جواز؟ جواز حضرتك. انا قابلت راجل تحت في الدور اللي تحتيه، وقال لي ان حضرتك وهو هتتجوزوا قريب. يا نهار اسود، هي حسنت لي كده؟ الراجل ده اكيد اتجنن. ثواني جاي معاك. رايحه فين؟ استني يا جايبه. مش هستنى، عشان ده لو اتجنن الجنان ده يبقى على دماغه هو مش على دماغي انا. جيد عليك يا فتحي، جيد عليك. بلاش فضايح يا بنتي. بلاش فضايح. افتح يا استاذ فتحي، هتلم علينا الناس. افتح عشان ما يسهل. يا ليلى ارجوكي. ينفع اللي عملته ده يا فتحي؟ اللي عملته ده يا فتحي؟ حقك عليا يا بابا، حقك عليا. طب ليلى افتحي العربيه طيب بسرعه. لف يا ماي من الناحيه التانيه. خير يا دكتور؟ خير يا فندم ان شاء الله. خير. ايه؟ واضح ان هو بس تعرض لازمه نفسيه كبيره او لضغط عصبي كبير، فعنده كسور في الشريان التاجي. كسور في الشريان التاجي؟ ايوه يا فندم. ان شاء الله بسيطه. هنعمل له شويه تحاليل ونعمل له قسطره. قسطره؟ بسيطه خالص ان شاء الله. بسيطه. وبعدها هيبقى كويس؟ ان شاء الله نحجزه يومين 3 ونتابع الحاله. ان شاء الله يتحسن بعد كده باذن الله. ان شاء الله. انا بس عايز من حضرتك تمضي لي على الاقرار ده بالموافقه على القسطره. اتفضلي. هنا حضرتك. بس بعد اذنك طبعا هتنزلي الحسابات عشان تعرفي التكاليف كام. اشوفه بس لو ما سمحت. ينفعش يا فندم. ارجوك يا دكتور لازم اشوفه. يا هانم ما ينفعش. انا مديله حقنه منومه، هو دلوقتي مش هيحس بيكي خالص اصلا. روحي النهارده وتعالي بكره طمني. بعد اذنك. شكرا. انا نسيت شنطتي، استنوني هنا هروح البيت بسرعه اجيب الشنطه واجي. مفيش داعي يا ليلى، انا معايا كريدت كارد ممكن ندفع دلوقتي. متشكره قوي يا استاذ علي. يلا بينا. انا اول ما اوصل البيت هدي لك الفلوس على طول. اكيد مفيش مشاكل.
ميرسي يا ادهم على كل حاجه بجد. ميرسي قوي على وقفتك معانا. خالص على ايه؟ ولو احتجتوا اي حاجه انا النهارده موجود فوق. ميرسي، كتر خيرك. ولو حبيتوا تروحوا بكره المستشفى ومحتاجيني اروح معاكم انا موجود وفاضي. لا مفيش داعي خالص تتعب نفسك. اكيد اكيد. طيب اوكي. يلا تصبح على خير. وانت من اهله، تصبح على خير. تصبح على خير. عم حسن لسه عايش. الحمد لله الحمد لله يا رب. انت بتحبني والله العظيم، انت بتحبني يا رب. انا بشكرك كلام جدا، بشكرك كلام جدا. الحمد لله عم حسن لسه عايش. عم حسن حبيبي صاحبي بحبه قوي، معلش غيره. الحمد لله حسن لسه عايش يا رب يا رب. الحمد لله عم حسن لسه عايش. حسن لسه عايش. ميويا لسه ما نمتيش؟ مش عارفه انام، مش عارفه. ولا انا. تعالي جنبي، تعالي في حضن اختك حبيبتك يا جميله. قلقانه على بابا؟ بابا هيبقى كويس ان شاء الله. خايفه عليه قوي. ربنا يستر. بيت ملوش اي طعم من غيره. يبقى ننام مطمنين، صح؟ طبعا صح، بس اطمني يا حبيبتي، معلش أزمة وهتعدي وهيرجع ينور بيته ويبقى في حضننا حبيبي. لولا فاكرة بابا كان بيغني لنا ايه واحنا صغيرين؟ طبعا. طب ايه بقى؟ البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات، طافتي في تا تا تا. أحبك يا ميويا. أنا أوي حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. يخليكي يا حبيبتي ويحفظك. مساء الخير يا ليلى. مساء النور. أنت لسه ما نمتش؟ انت شايفه ايه؟ سوري، أصل عادة عندنا كده بنقول أنت لسه ما نمتش بدل ما نقول أنت صاحي ليه يعني. انا اسف، انا برضو مش فاهم. مش مهم يعني، خلاص. يعني أنت صاحي ليه لغاية دلوقتي؟ معلش، هو انا متعود ما انامش بدري، وبعدين دماغي مشغوله شويه، حاسس بالذنب، حاسس ان كل اللي بيحصل لكم ده من ورايا انا. ده نصيب. والله انا اللي بقيت حاسه ان انا اللي بقيت اتعصب زياده عن اللزوم، ما بقيتش اعرف امسك نفسي. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. انا اسف بجد، بس انا برضو مش قادر افهم. هو حاسس ان حضرتك زعلانه مني شويه؟ انا؟ ايوه. لا وحياة بابا، بالعكس، ده كفايه وقفتك معانا وجدعنتك والفلوس. عندك سبت احط لك فيه الفلوس؟ سبت؟ ده انت ابيض مش فاهم حاجه خالص. خلاص مش مشكله، بكره ما اشوفك هديلك الفلوس. خلاص، بدل ما انت واقف زي ميري منير كده في ال5. لا بس معلش، انا عاوز افهم يعني ايه سبت؟
بص يا سيدي، ثبت يعني باسكت بنربطه في البلكونه ننزله بحبل تحت، الناس تحط فيه الحاجه اللي بينزل ده. اللي بينزل، برافو عليك. اوكي زي ايطاليا. بالظبط كده، برافو عليك. اوكي وماري منيب بقى دي اكتر ست. معلش بعد اذنك، انا اعرف مين ماري منيب. بجد؟ ايوه، ده ماري منيب اللي كانت في البلاي، اللي كانت تطلع في التلفزيون تقف على شباك كده انت جايه تشتغلي ايه؟ انت جايه تشتغلي ايه؟ ايوه والله برافو عليك. تعرف مين كمان؟ اعرف ناس كتيره جدا. اعرف ليلى مراد. يا سلام. بابايا كان بيسمعها كتير. واعرف نجيب الريحاني، كان برضو بيتفرج عليه كتير قوي. الله. واعرف واحد كده بشنب صغير. شكوكو بالظبط كده. باباك ذوقه عالي قوي، الله يرحمه. الله يرحمه، كان بيقول لي ان ده كان احلى زمن في مصر. فعلا كان احلى زمن. فعلا. تحب اديلك الفلوس دلوقتي تاخدهم مني على السلم؟ بجد؟ مفيش داعي. مش لما اجيب الثبات طيب؟ حلو. وبعدين هنروح من بعض فين؟ هنروح من بعض فين؟ دي مصري قوي. ما هو انا مصري جدا. باين جدا. اوكي، هقول لك تصبح على خير بقى، عشان بكره الصبح اصحى واروح لبابا. وانت من اهله، بس انا هستاذنك اكلمك الصبح اطمن على الاستاذ حسن. ميرسي قوي. ميرسي. تصبح على خير. انت من اهله. آسف يا أنسة ليلى، أنا آسف يا أنسة ليلى، آسف يا أنسة ليلى. زعلة أوي يعني، مش محتاج إنك تفكر فيها 20 مرة، ده أنت حاجة مقرفة يا أخي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اخبار بابا ايه؟ الحمد لله زي الفل. يقعد معانا بس كام يوم كده نطمن عليه. ان شاء الله نطمن عليه، البركه في حضرتك. ان شاء الله. المره دي جت سليمه. انا فاهمه. المره الجايه ناخد بالنا. حاضر يا دكتور. بعد اذنك. متشكره، اتفضل. مشكله. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا حبيبتي. معقوله؟ انت جيت امتى يا ادهم؟ لا، ده قاعد معايا من بدري قوي، ابن حلال قوي يا ده. صحيت بدري وقلت اجي اطمن عليه. كلك ذوق والله. ربنا يخليكي. طب انا هستأذن بقى. ليه يا ابني؟ ما تخليك قاعد معانا. معلش، هعدي عليك بكره ماشي؟ وعلى فكره انا هعدي على المكتب اسيب لهم السيديهيه اللي فيها الصور. متشكره قوي. على ايه؟ عاوز حاجه؟ مع السلامه يا ابني. يلا عن اذنكم. مع الف سلامه. ميرسي. بقول لك ايه، ابن حلال قوي الولد ده، وبيفهم في الاصول. شوفي جاب لي ايه. الله، ايه الورد الجميل ده؟ ما هو الورد يجي للورد الجميل يا ورد انت. الله يخليك يا حبيبتي. سامحني يا بابا، ما تزعلش مني. لا يا بنتي، انا مش زعلان، انا كويس قوي، بس انا اللي عايزك تهدي نفسك شويه، بلاش العصبيه الدايمه دي يعني، وبلاش تقعدي بقى تقولي ما تاكلش ده، كل ده، وتشربش ده واشرب ده. اهدي شويه يا حبيبتي، الله يخليكي. حقك عليا يا بابا. على فكره انا النهارده واخده اجازه عشان افضل قاعده معاك، وميوي كمان هتخلص كليتها وتجيلنا. انت معايا على طول يا لولا، حتى وانت مش موجوده. حلوه الاغنيه دي؟ حلوه يا جميل انت يا ابو علي. الله، ارجوكي خلي بالك من اختك ومن البيت. حاضر. انا عايز منك خدمه يا لولا. اؤمر. تساعدي الاستاذ ادهم. حاضر. يا خبر، ده نسيت. نسيت ايه؟ استاذ ادهم. يا ليلى في حاجه؟ انا اسفه. لا مفيش حاجه، اطمن.
انا اسفه، نسيت الفلوس برضو في البيت، اول ما اوصل هديهم لك والله. دونت وري ولا تقلقي. بصراحه انا مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني على ايه؟ انت ما فيش اي حاجه اقدر اعملها لك؟ اكتر من كده؟ مش كفايه ان انا اجي الاقيك قاعد مع بابايا قبليه؟ معلش، ما انت عارفه عم حسن ومعزته عندي. بجد انا متشكره قوي. كنت عايزه اطمن على موضوع الوالده، عملت حاجه؟ nothing، ولا حاجه لسه. اول ما اطمن على بابا اوعدك اني هساعدك في الموضوع ده. اعتبر ده وعد. وعد. ماشي، يلا عن اذنك. سلام. ما جيتيش امبارح ليه؟ الحفله كانت حلوه جدا. معلش بابا امبارح دخل المستشفى. لا بجد سلامته، معلش. والله خساره انك ما جيتيش، احنا عملنا عمايل. يا ابني بقى حرام عليك، اضحك بقى، انا بقالي سنه عمال ارسم فيك. انا نفسي ارسم حد بيضحك. انت كويسه؟ تمام. على فكره نادر جه امبارح بس ما عادش كتير. ماشي. على فكره كنا زعلنا امبارح ان انت ما جيتيش، بس عموما المره الجايه هنقول لك بدري عشان خاطر ما تتحججيش. معلش ان شاء الله تتعود. ان شاء الله. مالك يا ميدو ساكت ليه؟ مش عوايدك. لا مفيش، مخنوق شويه بس ممكن استاذن؟ ممكن بس انت كويس؟ انا كويس ما تقلقيش. اتفضل. عايزك ايه؟ امبارح بالليل كنت فعلا محتاجه له. ازاي انكل يتعب ما تقوليليش يا مي؟ مهما حصل بينا كان لازم اكون معاكي في موقف زي ده. انا اعمل ايه يعني؟ الموضوع جه فجاه، وبعدين انا اصلا ما كنتش طايقاك. هتوقعيني في النيل ولا ايه؟ يا ريت. يا بنت مبقاش قلبك اسود بقى، خلاص بقى. خلاص انا عملت اللي عشان اصالحك. يلا بينا نروح لانكل. هتيجي معايا بجد؟ لا طبعا، انا ما عنديش بنات تروح مستشفيات لوحدها. عملت ايه في موضوع الشقه؟ شايفه العماره اللي هناك دي؟ اه. خدت لك فيها 3 شقق. انهي عماره؟ هي اللي هناك دي. اشتغلني يا بنت صدقيني. مامي طنط مساء الخير. مساء النور، ازيك يا مريم؟ شفتي انا فاكره اسمك ازاي وفاكره العروسه كمان. ازاي حضرتك؟ مالك؟ في ايه؟ شكلي خلاص هعملها النهارده. ان شاء الله تقومي بالسلامه. ومين معاكي؟ ربنا بقى معايا. الله، امال باباها فين؟ عمر بابا مريم مسافر عنده شغل وانا ما عنديش اخوات. ربنا معاكي وكل الناس معاكي ان شاء الله. تقومي بالسلامه. ما تخافيش، ماما هتجيب لك اخت حلوه ان شاء الله. ايه في ايه؟ ما تخافيش يا مريم. ما تسيبينيش. ها حاضر حاضر. ما تسيبينيش. حاضر. هتوديها للدكتور ولا ايه؟ الحقي الحقي. مي الحقي. ما تسيبينيش. مش عارفه. بابا في الثانيه او في الثالث، اسالي عليه بسرعه. وديها بسرعه للدكتور. انتي ارجوكي ايه؟ طبعا يا حبيبتي هتبقى كويسه وزي الفل، وهجيب لك بيبي حلو خالص جميل صغنطوط. تلعبي بيه؟ تلعبي بيه وتحبيه وتاخدي بالك منه. مش تبقي انتي الاخت الكبيره صح؟
كلنا يا بيبي حلو، عشان ماما حلوه ومريم حلوه وانا حلوه، الدنيا حلوه، كلنا حلوين وصغنطاطين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدت مامي، ولدت بنت ولا ولد؟ بنوته زي القمر. بنوته مامتها بتقولك سميها. بسم الله ما شاء الله. هنسميها ايه؟ شفتي اختك حلوه ازاي؟ هنسميها ايه؟ هنسميها فرح. فرح فرح. بنوته زي القمر، لسه مولوده دلوقتي والله. خير. اهلا يا استاذ نادر. اهلا يا مستر. انت جيت ليه؟ ها؟ يعني شكرا، تعبت نفسك وجيت ليه يعني؟ لا ولا تعب ولا حاجه، احنا اهل مفيش حاجه. اللي جابه هنا ده جبتيه معاكي ليه؟ في ايه يا ليلى؟ عم نادر زي خطيبي. خطيبك ايه كلام العيال ده؟ ابوكي تعبان مش دلوقتي. في ايه يا بنات؟ ها؟ مي، روحي هاتي لزميلك حاجه يشربها. لا مفيش داعي يا نسا يا عمال، مفيش داعي. على فكره يا بابا حضرتك المفروض تنام وتستريح، الوقت متاخر، ده احنا بقينا بالليل. يا بنتي لسه بدري قوي. انتوا لما بتمشوا بفضل قلقان وافرك يمين وشمال لحد ما انام. روحي يا بنتي هاتي للضيف حاجه يشربها. مفيش داعي يا نسا مي، انا كنت جاي بس اطمن عليك يا انكل والف سلامه انك بقيت كويس. طيب انا همشي بقى. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. رايحه فين؟ مين رايحه فين؟ هوصله. ليه يا اختي هو نوخه؟ اقعدي جنب بابا، اقعدي بابا حبيبك وحشك، اقعدي اقعدي اقعدي. قمره قمره، والبنوته صغنونه بيبي كده شلتها على ايديا واتمنيت امنيه وسميتها فرح. وانت تعرفيهم منين؟ لا انا ما اعرفهم، انا اعرف مريم اختها الصغيره، اصحاب انا وهي. ما شاء الله. طب خليكم معايا شويه. انا بايته معاك يا ابو علي وانا هسيبك. وانا كمان. ايه بقى يا ست ليلى؟ ايه؟ كبستي نادر كده ليه قدام بابا؟ يا شيخه كبسته ايه؟ هو اساسا جاي ليه؟ يعني جاي ليه؟ مش كتر خيره وجاي يزور بابا. كتر خيره؟ طب يا ستي كتر خيره، اهو كسب ثواب، زياره المريض ثواب. يا باي يا باي يا باي باي باي. مش عارفه اقول لك ايه. طب ايه طيب يعني ايه؟ ابتدي ان انت تروحي بقى وتكلميني وتطمنيني عليكي. بس انا عايزه ابات مع بابا. طب انا هبات مع بابا، وازاي انت كمان هتباتي مع بابا؟ مش لوكاندا بابانا يعني. طب ينفع كل شويه تطمنيني عليه؟ من عينيا الاتنين، بس لو سمحتي يعني بلاش رغي كتير في التليفون عشان اعرف اطمنك على باباكي يا حلوه. يا ساتر يا ساتر. صباحي على خير. وانتي متخليش حد يعكسك يا بنت، على البيت جري. ماشي. خدي بالك من نفسك. نادر انت لسه ما روحتش؟ ما عنديش بقى التراوح في الوقت ده. يا سلام. شاويش ليلى هيبات مع انكل؟ قلت لك بطل تقول شاويش دي. ايوه. ايوه؟ حلو، يلا بينا. على فين؟ على بيتكم. بيتنا ايه يا نادر؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما بابا في المستشفى اهو. ورايا بيت، انا مش وحشك ولا ايه؟ وحشني مالك؟ ما هو. طيب يلا. نادر بلاش جنان، لا بجد مش هينفع. طب يلا اوصلك. ماشي يلا. حاجة بلاش ولا حاجة بلاش. بلاش نقعد مع بعض، اقعد مع نفسي انا ايه؟ جيت اقعد مع نفسي. اقعد مع علي. يعني في السن ده مثلا اروح اقعد مع نفسي مثلا.